لو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكايه راجنا فروح شوفه الاول. صدقني زي ما بقولك على طول الجزء اللي فات دمار واللي جاي هيشقلب الحوار. اول دقيقه بس كده هتشوف فيها طل وحوار، فصلي على النبي المختار ويلا بينا نبدا. جاهزين؟ لا اسمعكم. طب ما يلا بينا. اخر حاجه حصلت الجزء اللي فات لما وصل زورا وارنولد وهجموا على معسكر الفضه. ارنولد بيلاقي راجنا في وشه وبيجهز الاثنين لبدء القتال، وجوه المعسكر بقى كانوا الجنود بيستعدوا. نائب القائد مارك بيطمن الباقي انهم لو فضلوا ورا الحاجز اللي الاميره صنعته هيكونوا في امان، وبيكون حاجز مصنوع بالكامل من الاسلحه، وكانوا بقى مستنيين هجوم من التنانين. بس المفاجاه لما بيلاقوا مجموعه من البشر هم اللي داخلين عليهم بيطلبوا منهم المساعده لان التنانين جايبينهم كمخزون للطعام. بيبدا الجنود ينزلوا الاسلحه لما شافوهم، وبيفتكر مارك كلام كريمزون عن قدرة زورا في التحكم في عقول ضحاياه، فبيأمروا الكل فورا يرفعوا أسلحتهم ويجهزوا للقتال. وفعلا بيبدأ البشر دول يهجموا عليهم، وبيتردد الجنود لأنهم مش عايزين يقتلوهم. علشان كده قرر مارك ياخد خطوة، بس بيلاقي طفلة صغيرة بتهجم عليه وما كانش عارف يعمل معاها ايه، لحد ما فجأة ظهر سيوف بتخترق أجسامهم وبتخلص عليهم. وبيطلع ان الأميرة هي اللي عملت كده، بتشجع الجنود ما يخافوش وإلا هيخسروا ويفقدوا أرواحهم وأرواح الناس اللي بيحموهم. وفعلا بترجع لهم ثقتهم وبيبداوا يقتلوا بكل قوتهم. بتقرر بعدها تاخد شويه من رجالتها وتتحرك مباشره لزورا اللي كان في الوقت ده مراقب اللي بيحصل ومستمتع لان خطته ماشيه بالظبط زي ما هو عايز. بنعرف بعد كده معلومات بخصوص التنانين الاسمى وازاي بيفرقوا ما بينهم في القوه، وده بيكون على حسب المده اللي بيوصلوا فيها للبلوغ. كل لما كانت المده اسرع كان التنين اقوى، والمده الطبيعيه بتتراوح ما بين 15 ل 20 سنه، واسرع تنين وصل للبلوغ كان في سنه واحده بس. وحاليا موجود ارنولد لمده البلوغ بتاعته كانت 20، يعني ببساطه ما عندوش مهارات بالنسبه للباقي، واعتماده الكلي بيكون على قوته اللي اكتسبها من تدريبه لما كان لسه بشري. وعلى الرغم من كده قتاله ضد راجنا كان واصل لذروته، وراجنا بيهجم عليه بضربات قويه لكن مش بيقدر يصيبه اصابه كبيره، والجزء اللي بيجرحه فيه بتخرج منه نار تبعده عنه. ارنولد بقى بيعجب بقوته الكبيره، انما راجنا كان عايز ينهي القتال باسرع وقت، علشان كده بيستخدم سيف واحد وبيحط فيه كل قوته. وارنولد احترم قراره وقرر يرد باقوى هجماته هو كمان، ونتيجه لتصادم الاثنين بتطلع قوه كبيره جدا. في الاثناء ديت كانت الاميره بعتت قوات المدفعيه تحت قياده الاختين فوق سماء الغابه علشان يستكشفوها، وبيقدروا فعلا يرصدوا اعداد التنانين والاماكن المتمركزين فيها، وبيكون معاهم حوالي 1500 من البشر، ده غير ال 300 اللي اتبعتوا واتقتلوا كلهم على ايد الجنود. بس ده كله زورا كان متوقعه. بيحاول يتواصل مع ارنولد علشان يعرف نتيجه القتال بعد التصادم اللي حصل، والمفاجاه انه بيرد عليه وبيطمنه لانه انتصر في القتال. طلع بجروح بليغه بس راجنا قدامه فاقد الوعي. بيتاكدوا خلاص ان هو مش قاتل التنانين اللي بيدوروا عليه، وده بسبب عدم استخدامه للفضه من جسمه، لكن وجود بشري زيه قدر يوصل ارنولد للمرحله ديت كان مفاجئ جدا بالنسبه لهم. علشان كده زورا بيطلب منه يتاكد ان هو خلص عليه، وفعلا ارنولد بيتحرك وكان لسه هيدوس عليه بس بيختفي فجاه، وبيكون اتحرك بعد ما وعيه ورجع لكن جسمه بيكون ضعيف. بيمسك سيفه وكان عايز يكمل القتال، وارنولد بيقول له ان القتال انتهى خلاص. ومره واحده تنانين عاديه بتهجم عليه، بينجح ان هو يقتلها بس بيكون متصاب، فبيقول له ارنولد ان هو خلاص ما بقاش بالقوه المطلوبه انه يقلق منه، وبيسيبه للتنانين وبيتحرك هو، وبيودعه وداع مشرف لانه من قتالهم عرف ان هو اقوى منه، ولولا ان سيفه ما استحملش قوته واتدمر في الهجمه الاخيره كان زمانه هو اللي مات. زورا بعدها بيطلب منه يروح للجنود لان الاميره خرجت بقوتها. على الناحيه الثانيه بقى راجنا كان جايب اخره في القتال ومتعصب لانه مش قادر يلحق ارنولد، بس التنانين بتتكتر عليه، وفي اللحظه الاخيره بيظهر شينو بيساعده، ومن وراه بيجي المعلم جرام بيسالهم راجنا اللي جابهم والمفروض يكونوا بيحموا القاعده. بيطمنوه لانهم سدوا المداخل كلها والمدخل الوحيد المتاح تحت حمايه قوات مارك. راجنا بيفضل متعصب وبيطلب منهم يسيبوه هو يتعامل لوحده ومش محتاج مساعده، وهو بيقول كده بيقع من طوله فاقد قوته، ولولا ان شين بيحميه كان هيتاكل من التنانين. وعلى الرغم من كده بيفضل عايزهم يسيبوه، وده بيخلي شين يتخانق معاه، وكان رافض ان هو يسيبه في الحاله اللي هو فيها ديت. ولما بيلاقي راجنا عايز كده بيقول له ان هو مش هيمشي الا لو هزمه في قتال. الوضع ما كانش يسمح باي قتال نهائي، ولكن لما راجنا بيبص لنظره الاصرار اللي في عينيه بيعرف ان مفيش مفر. بنرجع بالزمن شويه في بدايه هجوم التنانين لما الاميره قررت انها تاخد جنودها وتهرب من المملكه. بتبلغ الكل بقرارها ولكن شين بيعترض لانه بيفضل انه يموت في ارض المعركه على انه يهرب. بتقول الاميره انا عارفه انك هتقدر تقتل تنانين كتيره، بس هل هتقدر تقتل تنين اسمى واحد؟ وساعتها بيسكت ومش بيعرف يرد. بتكمل الاميره وقالت انهم لو نجحوا هيكونوا تحت
لحماية طائفة الشمس، وساعتها هي هتجهز نفسها لقتال التنانين تاني وعايزاهم هم يكونوا جنبها. في وقتها قرروا ينفصلوا، مجموعة من الجنود فضلت، ومنهم كان قائد شين السابق اللي قرر يسيب له منصبه، وده لانه اكتر شخص موهوب في الكتيبة بحالها. كل دي كانت ذكريات شين بيفتكرها وهو بيقاتل ضد راجنا، وبعد اكتر من 70 هزيمة كسب اخيرا لاول مرة. وبيتفاجئ راجنا انه خسر اصلا وما كانش فاهم ده حصل بسبب ضعفه ولا شين هو اللي بقى اقوى. شين بقى بيزعله وبيقول له انا رافض استخفافك بينا، ظهرت فجأة وبتتعامل كبطل خايف على الكل، ونسيت تماما ان كلنا عندنا اهدافنا لقتال التنانين. لازم تفتكر انك مش لوحدك اللي بتقاتل، وكلنا مشاركين في الحرب دي. بيكون في الوقت ده جرام خلص على كل التنانين الموجودة في المكان، وقرر يتحرك مع شين ويواجهوا ارنولد بنفسهم، وسلايم هو اللي بيدلهم على المكان. وفي الوقت ده بتكون الاميرة وصلت للغابة وعملت حاجز تحمي بيه نفسها. بتجيلها التقارير من المدفعية الجوية والمشاة بانتصارهم في المعركة الاولى، ولحسن الحظ ما فيش خسائر وقعت. وفي نفس الوقت بتكون الدايرة السحرية اكتملت، وفاضل بس الطاقة اللي هياخدوها من التنانين اللي بتموت. بيكون هدف الاميرة مش الانتصار وانما الخروج سالمين من ارض المعركة. بس ما كانتش تعرف ان زورا كاشف خطتها، وعرفت انها بتحاول تستخدم دم التنانين للهرب، وده لانه كان شغال بنفسه على السحر ده لما كان بشري في طائفة الشمس. وزي ما احنا عارفين الأميرة بتقدر تشوف الهالة المنبعثة من الأجسام اللي حواليها، وكل حاجة حرفيا بيخرج منها هالة إلا التنانين. بس هي برضه بتتعرف عليهم عن طريق إنهم بيكونوا كتلة من السواد وسط الهالة اللي حواليهم، وده بيخلي الوضع الحالي مش في صالحها، لأنها حاليا وسط الغابة المصنوعة بالكامل من سحر التنانين الخالي تماما من الهالة. والحاجة الوحيدة اللي هي قادرة تلاحظها هي تحركات البشر مع التنانين. بتستغرب لأن طريقة تحركاتهم تبان عشوائية، بس لما بتركز بيتضح إنهم بيتجنبوا الجنود وبيروحوا ناحية القاعدة، وده يعمل مشكلة كبيرة في خطة النقل لأنها كده هتاخد قوات زورا معاها، ده غير كمية الطاقة الكبيرة اللي هيحتاجوها علشان ينقلوا العدد ده. وبتفهم إن كده خطتها اتكشفت. فوق ده كله بتلاقي هجوم ناري ضخم جاي عليهم، وبسرعة بتعمل حاجز وبتصده. ومن ناحية القوات بتظهر هجمات غريبة جوه الحاجز نفسه، وبيظهر زورا ساعتها ورقته الرابحة، تنانين بمستوى عالي اسمها التنانين البالغة، وبيكونوا أقوى من التنانين العادية بكتير، وكمان عندهم وعي وقدرات خاصة. موجود منهم حاليا في ساحة المعركة 40 واحد. الأميرة بقى بتهجم على واحد منهم لكنه بيعمل درع وبيحمي بيه نفسه. عند زورا بقى بيكون اكتشف ان نطاق الدايره السحريه 2 كيلو كاملين، وده طبعا صعب على قدرات البشر جدا، فبيستنتج ان في حد بيساعدهم. وبيفتكر ساعتها كلام نيبال عن البنت اللي ظهرت في معركه العاصمه وكانت بتستخدم سحر مكاني اقوى من بتاعه، وبيكون هنا قصده على كريمزون، فبيحاول يحط احتمال انها موجوده. بالنسبه له دلوقتي مش مهم عدد المعارك اللي هيفوز فيها، انما اهم حاجه يمنع الاميره من الهروب. وعلشان في احتمال انها تتخلى عن المواطنين وتهرب، قرر انه يستهدف الدائره السحريه اللي في القاعده ويخليها كاولويه. في جانب الجنود بقى اللي عند المدخل بيكون الوضع اشبه بفيلم رعب، الجثث مرميه في كل مكان، ومارك واقف مصدوم ومش مصدق اللي شايفه. كل الجنود اللي كانوا في الخط الامامي ماتوا في لحظه، حرفيا في رمشه عين كلهم ماتوا. وده بفعل التنين اللي قدامهم ده، تنين حجمه صغير لكنه تنين بالغ. ومره واحده بيختفي الحاجز اللي كان منعوا عنهم في لحظه، وبيكون مارك مش فاهم ازاي ده حصل لحد ما بيفتكر كلام كريمزون، وان عادي تظهر تنانين بالغه في ارض المعركه عندها قدره التحكم في الوقت زي التيميتيا. وفعلا بيكون الاستنتاج صح، لان التنين بيوقف الزمن وبيبدا يقتل في الجنود اللي قدامه. ولما الوقت بيرجع بيلاقي مارك معظم جنوده ميتين. ما كانش عارف هيعمل ايه قدام قوه مرعبه زي دي، بس فكر ان اكيد ليها حدود وفي حد زمني ما بين كل مره والتانيه. بيهجم بسرعه البرق على التنين ولكنه بيتفادى ضربته، وخلاص كده مارك اتحكم عليه بالموت. بس بتظهر كريمزون وبترمي قنبله غريبه على التنين اللي بدوره بيوقف الوقت بسرعه علشان ما توصلوش، لكنها بتستمر في اطلاق نور ساطع. اول لما بيلمسه بيبدا يحرقه ويخلص عليه، ولما مارك بيفوق بيتصدم ان التنين اختفى، فبتعرفه كريمزون انها خلصت عليه بقنبله ضوئيه عملتها مخصوص وظبطت اعداداتها علشان تنفجر اول ما تحس بوقف الوقت ويطلع منها يعني ضوء الشمس. بيبقى مارك مصدوم، بس الصدمه الاكبر لما بيلاقي المدنيين قدامه شايلين سلاح. بتقول له كريمزون انهم كانوا عاوزين يشاركوا علشان كده ادتهم اسلحه. بيعترض لانه ما ينفعش يبعت المدنيين لارض المعركه، فبترد عليه ان دي الطريقه الوحيده علشان يفوزوا. وخليني اقول لك ان نيتها مش سليمه قوي كده، لانها عارفه ان زورا اكتشف خطتهم ونشر قواته علشان يوقف النقل، وهي قررت تحل الموضوع ده بطريقه بسيطه هتخلي المدنيين والجنود يشاركوا في القتال، فبالتالي هيموت منهم كتير، وبكده مش هيحتاجوا قوه كبيره لتفعيل دايره النقل. فجاه بيبدا كل اللي في المكان يحسوا باهتزاز جاي من بره، وبيطلع ان في تنين بالغ عمال بيكسر في الحواجز، ونجح ان هو يدخل اخيرا. بيلاقي قدامه دم مستنيه
وهو متعصب، وبيفرح التنين لما بيشوفه. بيأمره يوديه لمكان الدايرة السحرية. طبعا دان كان هيموت من الغيظ لانه عايز ينام، علشان كده قرر يخلص الموضوع بسرعة. وبما ان اللي قدامه ده مستوى عالي فاكيد عنده كمية سحر كبيرة وهتنفع في النقل. بيبدأ يستخدم سحر مرعب بيحول نص جسمه لكائن غريب، وفي ثانية بيكون غرس السيف في راس التنين وخلص عليه. بيجي بعدها السحرة اللي تحت قيادته يضربوه علشان كانوا خايفين ان سحره يسيطر عليه. بتشوف كريمزون المشهد ده وبتنبهر من السحر النادر اللي شافته، وعرفت ان الكتيبة ديت كلها كنوز حرفيا، علشان كده قررت تطلع بأقل خسائر وتستغلهم بعدين. ومرة واحدة بيتفاجئوا كلهم بفروع من الغابة بتخترق جدران المعسكر. بتأمرهم كريمزون يتحركوا فورا علشان يحموا الدايرة السحرية، ودام بيتضايق لان الوضع بقى خطر، واعتماده دلوقتي ان الاميرة توفر له التنانين الكافية علشان يكمل النقل بأسرع وقت. الوضع بره بيكون فوضى، بس تحت توجيهات الاميرة بيقدر الجنود يكسروا الدرع ويوصلوا للتنين البالغ. والاحداث ديت كلها كانت حاطه الاميرة تحت ضغط شديد، وفجأة بتلاقي تنين ضخم بيهجم عليها من ظهرها، بتقع فاقدة الوعي. وبكده وصل زورا المبتغى. كان عارف ان اهتمام الاميرة بكل حاجة هو نفسه نقطة ضعفها، وحس خلاص ان ديت نهاية المعركة. ساعتها ارنولد بيتواصل معاه وبيقول له ان في مشكلة، بيطلب منه يتفحص المنطقة اللي وراه لانه حاسس ان في حاجة غلط. وفعلا بيكون راجنا ومعاه شين وجرام عمالين يخلصوا على التنانين، وكانوا جايبين اخرهم كلهم. بس راجنا كان في حتة تانية، من شدة الارهاق واستنزاف الطاقة اللي حصل له قلبه بيقف في القتال. بيفتكر كلمات شين ليه وبيقف من تاني، وحس بالراحة شوية لما افتكر ان الحمل هو مش شايله لوحده، بس من ذكرياته كان عارف انه لازم يحمل كله والا هيموتوا. علشان كده بيتخطى حدوده اكتر واكتر في قتال التنانين اللي قدامه، وبيحس من القوة اللي بتنبعث منه ان دي اقرب حاجة لذاته في المستقبل. وبعدها بدأ يدخل في حالة يفهم بيها قوته أكتر وأكتر، وإزاي يتحكم في هالة الفضة. بقى قادر يحس بالفضة وهي بتخرج من طرف السيف وبتخترق أجسام كل التنانين اللي قدامه وتدمرهم، وكمان بيتوقع الضرر هيكون إزاي. وهو درجنا في ثانية بيتحول من حالة ضعف لأنه بيبقى عمال يزيد في القوة بعد كل حركة، وهي ديت الطريقة اللي قدر بيها يعيش في العالم ده. زورا في الوقت ده بيدي الأمر للتنانين يخلصوا على الأميرة، بس بيظهر واحد من جنودها وبينقذها. وبالمناسبة ده كريس قائد فرقة المشاة بيفوقها من اللي هي فيه، فبتأمره يتحرك فورا ناحية الشمال. بيعجب زورا بمقاومتها وكان عايز يستمتع اكتر وهو بيكسرها. بيستغرب بعدها لان التواصل ما بينه وما بين التنانين اللي بعتها للمقر اتقطع، وبيستنتج انهم اتقتلوا، وكان مستغرب ان بعد كل ده لسه عندهم القوة القتالية دي. بيتعصب عليه ارنولد علشان ياخد الموضوع بجدية اكتر، وبيعرفه انه خلال 5 دقايق بس هيسترجع قوته وهيدمر كل حاجة في المكان. عند راجنا بقى كان واخد قتاله ضد التنانين كتدريب، وده علشان يحسن من قدرته الجديدة. بيلاحظ وقتها انه هجم على واحد من التنانين ولكن فشل يخلص عليه زي ما كان متوقع. كان لسه هيكرر الهجوم ولكن شين بيتدخل وبيخلص هو على التنين. بيسأله هو ليه واقف في طريقه، فبيتعصب شين لانه كان بيساعده. وكمان بيلاحظ ان تصرفات راجنا اتغيرت وبقى بيتكلم كانه آلة. في لحظة كان اتحرك وظهر قدامه وبيقول انا فكرت في الكلام اللي انت قلته وفعلا معاك حق، علشان كده انا بعتذر. انتم ليكم حرية القتال زي ما انتم عايزين، وانا كمان ليا حرية ان احميكم بالطريقة اللي انا عايزها. وعلى طول بيروح علشان يكمل قتال. كل ده وشين متعصب منه علشان الطريقة اللي بيتعامل بيها. راجنا كان عمال يتخلص من التنانين اللي قدامه وهو بيفكر في حاجة واحدة بس. من الموقف اللي هو فيه ده بيفتكر الجحيم اللي عاش فيه في المستقبل، وهي ديت الظروف المناسبة اللي بيقدر يتكيف معاها ويرجع قوته. وهدفه حاليا ان هو يمتلك القوة ديت بالكامل ويخليها تحت ارادته. بيلاحظ جارام في طريقة قتاله انه بدأ يرجع غرائز الصيد عنده، وبيتأكد هنا ان قوته ديت اكتسبها على مدة كبيرة، فقرر يراقبه كويس علشان يتعلم منه. وفجأة بتظهر قدامه مجموعة من التنانين البالغة الملقبة بتنانين الصيد، وبيكون عندهم القدرة على الاختفاء وجذب فريستها ليها والتهمها. لكن غلطتها الوحيدة انها بتسحب راجنا ليها، وكانت غلطة لانه في ثانية بيكون خلص على 4 منهم. وهنا كانت الصدمة لزورا لانها تنانين بالغة، وعلى الرغم من كده اتقتلت في اقل من دقيقة. المشكلة في الطريقة اللي اتقتلوا بيها، لان تحركات راجنا بتقول انها ما كانتش مجرد ردة فعل وانما تخطيط منه كانه عارف اللي هيحصل. وبيشوف ان على الناحية التانية برضه في حاجة غريبة، المواطنين اللي ظهروا فجأة بأسلحة وبيقتلوا في البشر الباقيين كأن أدمغتهم مغسولة. والطريقة ديت مش خاصة بالأميرة أبدا. وبيربط ساعتها التفاصيل اللي بيعرفها من معركة العاصمة، وبيستنتج ان في شخص اخطر بكتير مما هو متوقع. واستنتاجه صح لان كريمزون في اللحظة ديت بدأت تغير خطتها. ده غير انها امرت البشر اللي تحت سيطرتها يهجموا على دان وفريق السحرة، وبتطمنهم انها تنفذ خطتهم وهتنقلهم معاها. والمتغير الوحيد هو انها مش هتاخد ال 1500
300 مدني بدون فايدة. بيستريح السحرة أول لما بيسمعوا كده، إلا دان كان متضايق جدا منها، بتعتذر له إنها هجمت عليه، ولكن قدراته القتالية فاقت توقعاتها، علشان كده قررت تاخد حذرها. بيتأكد في اللحظة ديت إن كلام الأميرة طلع صح، وإن اللي قدامه ديت عبارة عن تجسيد للشر المطلق. الغريب بقى إنها بتقرأ أفكاره وبتقول له أنت غلطان، لأن المشكلة في تعريفك للشر حاليا. أنتوا في موقف ما تتحسدوش عليه نهائي، وبالطريقة ديت كل المجهود اللي بذلتوه هيروح مهب الرياح. هدف الأميرة في إنقاذ المدنيين نبيل، بس وراه غاية، وهي إنها تحافظ على تماسك الجنود اللي معاها، وده عن طريق إنها تخلق هدف زي حماية المدنيين تجمعهم حواليه. لكن دلوقتي معظم الجنود ماتوا، فما بقاش في داعي للهدف ده، والمدنيين بقوا عبارة عن عبء، والتخلص منهم هو الخير بحد ذاته، وده علشان يحموا المواهب الكويسة اللي هتنفع. وحاليا الطاقة المتاحة هتكون كفاية تنقل كل الجنود، بس في مشكلة واحدة، وهي إن اللي ليهم الإذن هم بس اللي هيقدروا يفعلوا الدايرة السحرية، والشخص الوحيد اللي مسموح له يعمل كده هو دان. علشان كده قررت تسيطر عليه. زورا بقى في الوقت ده كان وصل إن المسؤول عن الهجوم في العاصمة موجود حاليا هنا، وبيستنتج إن راجنا نفسه هو قاتل التنانين. بيفكر يستدعي كاموي، بس بيرجع في كلامه لأنه حس إن الموضوع مرسوم علشان يعمل كده. في اللحظة اللي كاموي هيسيب فيها التيميتيا هيتم سحبها لبعد تاني، وهو ده بالظبط اللي كريمزون عملت حسابه، وتوقعت إن زورا مش هيستدعي كاموي، فبتكمل في خطتها بقلب جامد. بتبدأ تفرض سيطرتها على دان وبتقول له إن سحرك مميز من ما بين الكل، فأنت عندك سحر الامتصاص. أتمنى تقبل سيطرتي وأوعدك هتكون الخادم المميز بتاعي. بيبدأ دان يقع فعلا تحت تحكمها، وبتأمره يفعل الدايرة السحرية، لكن بتتكلم هنا المساعدة بتاعته اللي اسمها ماجو، بتطلب منه يقاوم علشان ما يكسرش كلام الأميرة. بيحاول خادم كريمزون يوقفها، وبالغلط بتخرج رصاصة من السلاح تخلص عليها، وعلشان كده سيطرة كريمزون على دان بتتكسر. بيرفض طلبها، وقتها بتقرر تستخدم طريقة تانية، وبتهدده بباقي السحرة من فريقه، بتقول له انها تقتل واحد كل 10 ثواني. فبيضطر دان اسفا يسمع كلامها، بس قبل ما بيفعل البوابة بتحصل حاجة غريبة. ماجو اللي المفروض ماتت بيبدأ جسمها يطير، وبيطلع منه طاقة غريبة، كمان شعرها بيتحول للون الأبيض. بتتصدم كريمزون كأنها شافت كابوس، وفورا بتأمر مساعديها يضربوا نار عليها، لكنها بتبدأ تصرخ وبتأمر الكل يختفي. وفجأة بتختفي كريمزون هي واللي معاها من المكان، وماجو بتفقد الوعي وبترجع طبيعية. أما كريمزون في الوقت ده كانت بتقع من السماء في مدينة مهجورة، وما كانتش مصدقة إنها في يوم واحد لقت سحر الامتصاص وكمان سحر النقل، وأكتر حاجة كانت فرحانة بيها إنها انتقلت خلاص. في الأثناء ديت كان زورا بيراجع خطته، وأول حاجة بالنسبة لاستدعاء كاموي فهو هيقدر يجي هنا في ثانيتين بس، لكن المشكلة هو إن التواصل مع باقي أفراد السلالة محدود، وعلشان يعمل كده هو محتاج يستخدم بعض التنانين كجسر، والموضوع ممكن ياخد دقيقة كاملة، وإذا كان ده ضمن خطة عدوهم فهيكون وقت كافي علشان يوقعهم في الفخ ويهاجم التيميتيا، فبيستبعد الاحتمال ده تماما لضمان سلامتها. السؤال المهم دلوقتي هو ليه قاتل التنانين وحلفائه بيساعدوا الأميرة؟ مش بيقدر يوصل لسبب محدد، ولكن اللي هو متأكد منه هو انهم بدأوا يضحوا بالبشر علشان يسرعوا عملية النقل، فحاليا المنافسة ما بينهم هي منافسة سرعة. فيا ترى ايه اللي هيتم الأول، قتل الأميرة ولا تفعيل الدايرة السحرية؟ وهو خلاص كان خد قراره في جعل قتل الأميرة أولوية. أما كريمزون فحاليا كانت متكسرة بسبب الارتفاع اللي وقعت منه، وبتتمنى انها تفقد الوعي علشان تلحق الوضع. في الوقت ده كان فريق المشاة تحت قيادة كريس بيحموا الأميرة وبيتقدموا بسرعة وهم بيقتلوا التنانين. بتقابلهم تنانين بالغة من مستخدمي الرياح بيعانوا جدا قدامها، فبيتدخل كريس وبكل مهارة بيقتل التنانين وبيفتح الطريق قدامهم. بيشجع رجالته علشان يبذلوا أقصى جهدهم ويكملوا حتى لو هيموتوا من التعب. بتتدخل الأختين التوأم في الوقت ده وبيستخدموا قدراتهم على التنانين، واحدة بتشتتهم بصدى الصوت والتانية بتضرب عليهم نار وبتموتهم. بتفرح الأميرة إنهم لسه عايشين وبيكون عندهم أمل في النجاة لأنهم قريب هيكونوا في نطاق دايرة النقل، ولكن قبل كده كان عندها هدف إنها تلاقي زورا بنفسه. بتفتكر كلامها مع كريمزون، ومن المعلومات اللي عندها بتحاول تتوقع بالظبط مكانه لانه مش هيبعد اكتر من مسافه معينه بسبب ان قدره البصر اللي عنده بيكون لها مسافه محدوده. الاميره بتكون قريبه من المكان المتوقع فبتركز جدا لحد ما فعلا بتلاقي كتله من السواد قدامها، واخيرا وصلت لمكان زورا اللي قرر يتحرك هو كمان. بيستخدم قدرته على التنانين وبيزود قوتهم بنسبه 200%، وده لمده 10 دقائق بالظبط وهيموتوا بعدها. التنانين بقى بتهجم على الجنود بشكل مباشر وبتخلص على عدد كبير منهم. الاميره بتشوف المنظر
المنظر ده وبتعرف ان مفيش فايدة في القتال، علشان كده بتخلي اتباعها يجهزوا. بتستخدم قدرتها عليهم وبتخليهم ينطوا من فوق التنانين ويتجاوزوهم علشان يوصلوا لمكان زورا اللي بيعرف في اللحظة ديت انها حددت مكانه. علشان كده بيبدأ ينشر سمه في المكان وهو بيقول ان ديت خلاص النهاية. ولكن في اللحظة اللي بيلمح فيها الأميرة بتظهر له ذكرى غريبة عن بنت بشرية وبتختفي فجأة لما بيلاقي نفسه مطعون في قلبه وراسه طاير. واللي عمل كده هي مربية الأميرة. فكرت انها خلصت عليه ولكن بتتفاجئ ان جسمه عنده وعي ولسه حي. الأغرب ان جسمه بيكون كأنه شخصين بيتكلموا سوا، واحد منهم عاوز يقتلها والتاني عايز يعرف كان ايه سبب الشعور اللي جاب له الذكرى اللي شافها قبل شوية. بتستغرب المربية من اللي بيحصل ولكن قررت تنسحب لأن دورها خلص والباقي على الأميرة. بتكون وصلت هي والجنود للغابة وبقدراتها قدرت تعرف ان الجسم الحي لزورا بيهرب تحت الأرض. بتبدأ تتحكم في الصخور اللي حواليه وتسحبه لفوق وبتأمر كريس يجهز علشان يخلص عليه. بيلمح الجنود ان التنانين جت وراهم فبيتحركوا علشان يوقفوهم. والتاني مرة بيحس زورا بإحساس غريب وبيبدأ يشوف لمحة عن ذكرياته والأميرة اللي كان بيخدمها، وحس من جواه بإحساس غريب كأنه شخص مختلف وكان عايز يفضل باصص للنور ده لمدة صغيرة حتى لو هيموت، وكان مستسلم تماما لحد ما فجأة بيسمع صوت أرنولد بيقول له إن الغابة فيها حاجة غريبة وقوتها السحرية اتغيرت. وفعلا بتبدأ الغابة تتصرف كأنها كائن حي وبتتحول لتنين عملاق. زورا بيكون فاهم من الحالة اللي هو فيها وبيستنتج إن أخيرا بورجيوس استعاد قوته لأنه الوحيد اللي يقدر يعمل كده. في الوقت ده كان راجنا واللي معاه مستمرين في التقدم بتاعهم لحد ما فجأة بيتصدم راجنا بأرنولد اللي كان مستنيه بهجومه الناري، وعلى طول إصابة مباشرة بتوصل لهم وبيهجم بهجوم ورا التاني علشان يتأكد إنه خلص عليهم. بيسأل بعدها زورا عن أخبار الأميرة ولما بيدور بيلاقيها فقد الوعي في نص الغابة، لكن الغريب إن هو بيكذب على أرنولد وبيقول إن هو مش لاقيها على الرغم إن هو اللي قال كده، بس كان مستغرب ليه بيكذب. أرنولد بقى بيسأله إذا كان يهجم بالنار بشكل عشوائي علشان يتأكد إنها ماتت، بس هو بيرفض وبيطلب منه يخزن طاقته في حالة إن عدوهم كان هو قاتل التنانين. بيتحرك بعد كده هو وبيروح للأميرة وما كانش فاهم سبب التغير اللي هو فيه. لما بيقرب منها بيفتكر حياته السابقة وأصدقائه والأميرة اللي كان بيخدمها. افتكر قد إيه كانت حياته ديت جميلة لحد ما في يوم انتهى كل ده على إيد كاموي، وحاليا كل اللي هو فقده موجود قدامه واتجسد في هيئة الأميرة وأتباعها. علشان كده بيكلمها وبيحييها على مجهودها اللي قدمته في المعركة دي. بتكون هي في الوقت ده فاقدة الوعي وبتفتكر محادثتها مع كريمزون اللي بتسألها تعرف ايه عن الأميرة لاكوشا، وبيطلع انها أميرة كانت موجودة في طائفة الشمس وتعرفت بالمعجزة. جمعت فريق من الأقوياء حواليها وبدأت تقتل التنانين في كل مكان. بتعرفها ان زورا وأرنولد من رجالتها، وبما انها تعتبر حالة مشابهة للأميرة لاكوشا فأكيد ده هيأثر على زورا. استعادت وعيها في اللحظة ديت واستغلت ان هو قريب منها وبتستخدم قوتها اللي باقيه. بتصنع سلاح وبتهاجم مباشرة عليه. جسمه بيتجمد تماما ولكن مش بيموت. بيجي بعدها 2 من الجنود وبيشيلوها ويمشوا من المكان، وكريس بيوصل وبيسحب السلاح ونتيجة لكده جسم زورا بيتكسر. بعدها الأميرة بتستخدم قدرتها وبتوصل صوتها لكل الجنود وبتطلب من أي حد مش قادر يقاتل أو مصاب يمدها بالقوة. وفعلا بدأت تظهر هالة على الجنود بتنسحب منهم وبتتجمع في مكان واحد. الأميرة بقى بتوجه القوة ديت بحالها للسلاح اللي مع كريس وبيجهز علشان يهجم بيه، والهدف هو أرنولد. زورا بقى بيحاول يحذره ان هو يتفادى الهجوم لكنه قرر يرد بهجوم مضاد. بتتصادم الضربتين لكن سلاح الأميرة اللي شايل إرادة الكل بيخترق هجوم أرنولد وبيروح مباشرة يخترق جسمه. لا وكمان بيكمل بعدها لحد ما بيوصل في إيد راجنا، وقبل ثواني كان راجنا بيتحرك بأقصى سرعته ومش عارف هو فين أصلا. رجليه بتتحرك لوحدها على الرغم إن هو مش حاسس بيها من شدة التعب، إلا إنه بيلاقي سلاح قوي جدا في وشه. بيعرف إن هو من الأميرة فبيمسكه وبأقصى قوة عنده بيوجه هجوم جبار ناحية أرنولد. من شدة الهجوم جسم أرنولد بيتفتت تماما وحتى راجنا بيترمى لبعيد. سلايم بيلحقه بيكون عاجز عن الحركة تماما وبيفتكر ان في اللحظة اللي الهجوم وصل فيها لأرنولد كان فجر نفسه واكيد هو لسه عايش، علشان كده بيطلب من سلايم ياخده لهناك. زورا شاف منظر الانفجار وخاف ان أرنولد يكون ميت، لكن مرة واحدة بيسمع صوته بيكلمه فبيفرح جدا ان هو بخير. أرنولد بقى بيطلب منه ما يتسرعش لانه هيموت قريب، وبنشوف ان هو مصاب إصابة شديدة. بيعرف زورا ان هو فجر نفسه علشان ما يموتش على طول ومش بيستوعب الموقف وكان متضايق جدا. بدأ يلوم نفسه لانه لو ما كانش كذب كان الوضع يختلف.
مختلف وكان هيفقد صوابه، علشان كده ارنولد بيهديه، بيقول له اللي حصل مش غلطتك، وانما هم اتحطوا في الامر الواقع ولازم يدوروا على طريقه علشان ينفذوا بيها مهمتهم. بما ان ديت اخر لحظات حياته فقرر يودع رفيق دربه، الشخص اللي فضل معاه وهو بشري وحتى لما تحول لتنين. بيقول له احنا حبينا الاميره لاكوشا كقائده، ولكن انت يا زورا كنت مختلف، انت الشخص اللي حبيتها بجد، احنا عشنا المأساة سوا فلازم ما تخليهاش تتكرر، ابذل اقصى جهدك يا صاحبي علشان تنفذ المهمه. بيلم زورا شتات نفسه وبيطلب من ارنولد يستخدم اخر طاقه باقيه معاه ويدمر نفسه، وعلى الرغم انه قال كده وهو متألم على فقدان صديقه لكن مفيش حل تاني، بيدمر التنين نفسه فعلا، ونتيجه لكده بيحصل انفجار ضخم بيبدا ينتشر في كل مكان. بيظهر راجنا في الوقت ده وبيحاول يحد من قوه الانفجار، وبيشوف الجنود اللي بيحصل من بعيد ومش بيكونوا فاهمين حاجه. بتعرفهم الاميره ان ارنولد دمر نفسه، وحاليا راجنا بيحاول يوقف الانفجار، ولو فشل فالمكان هيتدمر وكلهم هيموتوا. بيكون بطلنا بيعاني ضد قوه الانفجار، فبتلاحظ الاميره انه مش بيستخدم كل قوته، وبتفهم ان ده بسبب سلاحها اللي مش هيقدر يستحمل اكتر من كده. بتتعصب جدا من نفسها ولكن قررت تساعده، بتستخدم قوتها وبتبعت ذاتها لعنده علشان تدعمه، وفعلا مع بعض قوه السيف بتزيد وراجنا بيقدر يخرج قوه اكبر. بيتجمد جزء كبير من الانفجار ولكن مش بيستمر كتير، وده لان ارنولد كان وجه قوه الانفجار كلها ناحيتهم، وخلاص الاميره كانت هتفقد الامل، الا ان راجنا بيطمنها، بيقول لها انا في جوايا سيف محتاج منك تدعميه، وبدا ان هو يستخدم قوته ويخرج الهاله اللي جواه، والاميره بتدعمه بكل قوتها، بيستخدم كل الهاله بتاعته، ونتيجه لكده بيتكون شعاع من النور وصل للسماء، بيقدروا الكل يشوفوه وهم مبهورين، حتى زورا اللي هرب ما كانش مصدق اللي شايفه. واخيرا راجنا بيقدر يجمد كل طاقه الانفجار وانقذ الكل. بتبص له الاميره في اللحظه ديت وبتقدر تشوف من جواه ذاته المستقبليه، وبتحس بالوحده اللي كان عايشها، علشان كده بتبدا تعيط وبتقول له ان شخص زيه كان يستاهل حياه احسن بكتير. بيتفاجئ راجنا لما بيلاقيها عرفت عن مستقبله، بس هو في اللحظه ديت كان حاسس براحه كبيره، علشان كده بيشكرها من قلبه. مش بتفهم هو بيشكرها ليه، وبتقول ان الشكر ده واجب عليها هي، وده لان من غيره ما كانوش هيحققوا النصر ده. وبتستغل الفرصه وبتطلب منه يسيب كريمزون وينضم ليها، وده علشان ما تخليهوش يعيش المعاناه اللي عاشها قبل كده. قبل ما بتسمع اجابته بتقول له انها مش هتقبل بالرفض وهتستنى رده بعد ما ينتقلوا، وبتسيبه وتمشي من المكان. بيكون راجنا مبسوط من كلامها وعلى طول بيقع من طوله لانه استخدم كل قوته. بتفوق الاميره وبيفرح الجنود انها بخير. وعلى الناحيه الثانيه دان بعد مجهود جبار قدر اخيرا يفعل الدايره السحريه. سلايم بيروح لراجنا وبيقول له خليك فاكر جميلي لانك انتصرت بسببي. وهما بيتكلموا بقى بيبدا نور يحاوط جسم راجنا، فبيعرف ان النقل بدا، وبيفرح انهم اخيرا نجحوا. والفرحه بتكون عند الجنود اللي خلاص اخيرا معاناتهم هتنتهي، فبعد التعب ده كله هيفرحوا ولو للحظه. ولكن مش في عالم ظالم زي ده، دول بشر اتكتب عليهم المعاناه لحد النهايه. فجاه وبدون اي مقدمات راس الاميره بتطير، قوه كبيره بتظهر في المكان. بالله عليكم حد يقول ان ده حلم وهيخلص. ايوه كاموي وصل لارض المعركه، السيناريو الاسوأ بيتحقق. في ثواني بيكون وصل عند راجنا اللي مش قادر يتحرك، ومعاه جسم الاميره وراسها مفصول عنه. وقبل ما اصلا راجنا يستوعب بيلاقيه بيطلب منه يقوم علشان يبداوا القتال. بنرجع فلاش باك وبنشوف كريمزون بتحكي راجنا عن ملك التنانين اللي بيكون ليه القرار يدي اسلحه للاشخاص الموثوقين من سلالته، اقوى الاسلحه في الوجود، ومش بيشيلها غير نخبه التنانين، المخالب السته والنبين. لك ان تتخيل بقى ان واحد من حمله الاسلحه ديت اتقتل واتسرق منه سلاحه، وده على ايد شاب بشري طايش. ايوه هو كاموي اللي اتخطى حدود القوه قبل حتى ما يبقى تنين. كريمزون بتحذر راجنا ان هو يقتله مهما حصل، ولو اضطر فلازم ده يكون بعد ما يقتله التيميتيا. بس اللي بيحصل دلوقتي مختلف تماما. المعركه بدات ما بين الاثنين، ومن البدايه كده الاثنين مش رحمين بعض، واحد بيهجم والتاني بيرد عليه، وراجنا بيدمر راس كاموي بقوته، بس هو بيتجدد وبيتحول لتنين. قوته وسرعته بتكون مش طبيعيه، وبيرمي راجنا لبعيد. بيقوم بعدها وقرر يجمع اخر طاقه عنده في هجوم واحد. بيقدر يجرح كاموي في البدايه ويقطع له دراعه، وباقي القوه بيكون سيف بيهجم بيه عليه، لكنه بيتفاداها وبيستدعي سلاحه هو كمان. بعد الهجوم ده بيقع راجنا من طوله وهو مش قادر يتحرك، وبيفشل مهما حاول. بيقرب منه كاموي وبيتفاجئ ان القتال خلص بالشكل ده، وكان حاسس بالملل. وفي نفس الوقت ده راجنا كان بيتقطع فيه من الغيظ، لكن فجاه كل ده بيختفي. بيسمع صوت حد بيندى عليه وبيطلع انها الاميره. مش بيكون مصدق اللي شايفه، بيقوم يتاكد انها حقيقيه. بتطمنه ان هو مش بيحلم لان النقل نجح فعلا، وهي ديت الوجهه المحدده بتاعه الدايره السحريه. بيسال عن الباقي فبترد عليه ان كلهم بخير، ولكن في الجهه الثانيه
بتطلب منه يجي وراها ويتمشوا في المكان اللي كله دمار، وبتسأله بعدها عن شين وجرام إذا كانوا فادوه في القتال. بيقول لها إن بسببهم حس بالمنافسة وبدأت قوته تزيد في أرض المعركة. بتقول له إن ده المتوقع منهم. جرام المحارب العجوز اللي كان مفكر إن هو وصل لقمة قوته فقد الأمل إن هو يتطور أكتر من كده، بس كل ده اتغير لما شافك يا راجنا وحس إن في أمل. حتى شين اللي يعتبر أكتر شخص موهوب ما بين الكل كان عنده دايما روح التنافس ومش بيحب يشوف حد أقوى منه، ومش هما بس اللي كانوا كده، الباقي كلهم مميزين. مارك اللي بتعتبره عقلها اللي بيدور كل حاجة في الكتيبة، وكريس دراعها اللي بتقاتل بيه، حتى المربية بتاعتها نازانيا اللي هي نفسها اتفاجئت من قوتها. وفي برضه دان قائد الصحراء، والإشاعات بتقول إن هو نص تنين بيكره البشر، لكن جوه القسوة اللي بيظهرها ديت حنية مخليه أتباعه بيحبوه. وكمان أخته ماجو اللي دان نفسه مخبي عنها حقيقة كونها أخته. المشكلة بقى في أريا فقدت أختها التوأم وكانت قلقانة عليها، مش بيبقى راجنا فاهم بتفتكرهم كلهم ليه، وبيلاقيها مرة واحدة بتقف وبتقول له إنها مش هتقدر تتحرك أكتر من كده، وده لأن في مهمة لازم تخلصها، في سيف لازم تصنعه، وقررت تسميه بالمذنب الفضي، وبتنسبه للمذنب اللي نزل الأرض من زمن طويل، وكان هو أول مصدر للفضة في العالم. وصناعة سيف شايل الاسم ده هو هدف حياتها اللي لازم توصل له. بتقول له مهما كان الأمر يا راجنا فأنا أصنع سيف يليق بيك، بس أرجوك خد بالك من أتباعي. ومرة واحدة الأرض من تحته بتتكسر وبيقع في أعماق الظلام، وساعتها بيفوق في مكان غريب وجسمه ملفوف بالضمادات. أيوة يا صديقي، كل اللي فات ده كان حلم، لكنه لسه حاسس بيها وإنها ما ماتتش. مش بيكون عارف هو فين، بس بيلاقي فريق الصحراء نايمين جنبه. أول ما بيخرج من الخيمة اللي هو فيها بيلاقي سلايم في وشه، بيفرح جدا لما بيشوفه، وده لأنه نايم بقاله يومين. راجنا بيبصوا وبيشوف الكل وهم لسه في صدمة من اللي عاشوه ومش مستوعبين إنهم فقدوا الأميرة. كان عايز يطمنهم إنها بخير، بس بيجي في الوقت ده مارك بيطلب منه يجي معاه. بيتحركوا وسط المخيمات وبيلاحظ بطلنا المدنيين اللي في كل مكان. بيجي مجموعة من الناس وبيزعقوا لمارك لأن عندهم نقص في الأكل وكمان العلاج. بيعتذر لهم وبيقول إن هو هيهتم بالتفاصيل ديت بعدين. بيكملوا في طريقهم ومرة واحدة راجنا بيوقف مارك، بيسأله إذا كان بخير. بينهار تماما وبيبدأ يعيط، وده على عكس تصرفاته اللي تبان قوية، لكنه كان أكتر واحد متحطم بفقدان الأميرة. كان لسه راجنا هيطمنه بس بيقطع كلامه وصوت جاي من وراه، صوت بنت مألوفة بالنسبة له. بيلف علشان يشوفها وهنا الصدمة، بيلاقي التيميتيا قدامه، بيهجم بدون تردد وبيخلص عليها. مارك بيوقفه بيقول له بتعمل ايه يا مجنون، وراجنا كان على اخره. فجأة الوقت بيقف وبيظهر نسخ كتيرة جدا من البنت اللي لسه ميتة، نفس ملامح الوش وحتى الصوت، كلهم نسخة من التيميتيا. وده اللي راجنا افتكره لان اللي قدامه ديت واحدة من طائفة الشمس، قديسة الوقت كلارا. بتقول له بما انك قدرت تقتل واحدة من النسخ فاكيد اشاعات انك واجهت الملكة المجنحة حقيقية. وساعتها راجنا بيهدى وبيفتكرها من حياته السابقة. مارك بينحني فورا قدامها وبيطلب منها تسامح راجنا وتعاقبه هو مكانه لانه لسه فايق من الغيبوبة ومرتبك وهو اللي جابه لهنا. بترد عليه انها مش ناوية تعاقبه اصلا لان حياته قيمة جدا، لكن بما ان نسخة منهم ماتت فلازم يكون في تعويض، وقررت انها تقتل مارك. بيتدخل راجنا وبيعتذر على سوء الظن اللي حصل، وبيطلب منها بدل ما تعاقبه ترجع النسخة اللي ماتت للحياة وخلاص. بتقول انها تكون طاقة مكلفة على الفاضي والاسهل يقتلوا مارك، فبيختصر عليهم الطريق وبيحذرهم انهم لو لمسوا شعره من مارك هيقتلهم كلهم. فخامة يا ابني والله. وطبعا بتسمع الكلام وبترجع النسخة اللي ماتت للحياة. بيقعدوا بعد كده سوا وبتعرفهم انهم حاليا في مدينة تعتبر من بقايا الحضارة القديمة، والطائفة الشمسية هي اللي بتشرف عليها. بتطمنهم ان في حواجز بتمنع دخول التنانين لهنا، وبتسأل بعد كده راجنا عن جسمه وبيطلع انها عالجته. كانت معجبة بقوته، بتقول ان هو لو حد غيره كان مات من زمان. لحد دلوقتي ما كانش قادر يتعامل طبيعي وهو شايفها نسخة من التيميتيا قدامه. بيتفاجئ بعدها لما بيلاقي مربية الأميرة نازانيا جاية بتقدم لها الشاي، وبيطلع انها كانت جاسوسة للطائفة الشمسية محطوطة عند الأميرة، وده علشان تقنعها تنضم ليهم. مارك نفسه ما كانش عارف وبيسألها إذا كانت الأميرة عندها علم بالموضوع ده. بترد نازانيا انها ما تعرفش، لكن متأكدة انها لو كانت عايشة مش هتسامحها. المهم دلوقتي ان كلارا بتطلب من راجنا ينضم للطائفة الشمسية، بس هو بيرفض بدون تردد. بتحاول تقنعه بشتى الطرق ولكنه بيفضل مصر على رأيه. في الوقت ده بياخد باله من شخص بيديله إشارة من مبنى بعيد، وبتساومه كلارا على انهم يقبلوا اللاجئين في ارضهم ويساعدوهم. كان شرط المساعدة هو ان الأميرة تنضم لهم، بس للأسف هي ماتت وكانت زعلانة لانهم على الأقل كانوا محتاجين راسها. بيتعصب من كلامها وبيكسر الترابيزة اللي قاعدين عليها، وبيقول لها بكل وضوح انتم هتقبلوا الجنود واللاجئين في ارضكم وهتساعدوهم. ولما بتسأله طائفتهم هتستفاد ايه، بيقول لها انه هيقتل التيميتيا وهو ده كل اللي عنده علشان يقدمه، وبيسيبهم ويمشي. بيروح على طول للمبنى اللي شاف منه
منه الاشاره، وهناك بيلاقي كريمزون مستنياه ومعاها كاميرا. على طول بتاخده لغرفة النقل وبتعالجه من الإصابات بتاعته، وبعد ما بيخلص بيسألها إزاي غرفة النقل رجعت سليمة بعد ما اتدمرت في معركة العاصمة، فبترد عليه إن عندها خاصية إصلاح ذاتي، غير إنها حطت عليها بعض التعديلات واستغلت اليومين اللي فاتوا في التعديلات دي، وكمان هم حاليا على سطح القمر. بتقول بعدها إنها سمعت كل تفاصيل المعركة، وخسارة كبيرة بالنسبة لها إن الأميرة تموت. بيكون راجنا لسه هيتكلم بس هي بتقطع كلامه، وبتقول إن الخطة الحالية هي تجهيز قوات مع راجنا يساندوه في القتال، وناوية إن الموضوع ياخد على الاقل 3 سنين في التجهيزات دي. بيتضايق بطلنا طبعا من القرار ده لانه عاوز يخلص على التيميتيا في اسرع وقت. كريمزون بترفض لانهم مش هينتصروا وهيكون قتال بدون فايده، فبيصدمها راجنا ان الاميره لسه عايشه. بتقول ان ده مستحيل لان راسها اتقطعت، بس راجنا بيفضل مصر على كلامه لان بسبب الرابط الاخير اللي حصل ما بينهم في المعركه هو حاسس بيها لحد دلوقتي. واللي زود شكوكه ديت ان كاموي كان واخد جسمها بالكامل، علشان كده كان عايز يكمل المعركه بهدف انقاذها. كريمزون بترفض انها تمشي على مجرد احساسه، وبتفكره بقوه اعدائه المرعبه وانه استحاله يفوز قدامهم بحالته دي. بيحاول يقنعها عن طريق ان الاميره هتكون اضافه كويسه في قواتهم ضد التنانين، فبترد عليه انهم مش هيفشلوا من غيرها. هي قويه لكن هو مركز خطتها وهي مش عايزه تخسره. بيقول لها راجنا انا مش هموت، فبتفهمه ان نجاته لحد دلوقتي مش بسبب قوته وانما بالحظ والصدفه، ومين عالم اذا كانت الصدفه هتكون في صالحهم المره دي. وبالرغم ان كلامها منطقي الا ان راجنا قرر يراهن على الصدفة لمرة كمان، والأول مرة هدفه بيتغير ومش بيكون عايز يقاتل علشان الموت أو النجاة، وإنما علشان يرجع الابتسامة للناس اللي اعتبرهم عيلته. بيتدخل جولام وبيقول له إن بالطريقة ديت هيقتل جنود كتيبة الفضة اللي لو سمعوا بس إن الأميرة لسه عايشة هيرجعوا للملكة ويقتلوا علشان ينقذوها، ووقتها هيموتوا كلهم. بيتردد راجنا فعلا لكنه بيفتكر كلام شين لي وإنه مش هو البطل الوحيد والمعركة ديت بتاعتهم كلهم، وأصر على قراره وطلب من كريمزون ترجعه لأرض المعركة وهو هيتصرف بمعرفته. في اللحظة ديت أدركت كريمزون إنها فشلت تخليه أداة تحت إيديها، وبتحاول تقنعه يفضل، بس في الآخر بتفتح له الباب اللي هيرجع منه. بيشكرها راجنا على كل اللي قدمته له وبيتحرك علشان يمشي. فجأة بيحس بدوخة وبيفقد الوعي، وبيطلع إن السم الخاص بكريمزون اتفعل، وده بعد ما اعتبرت معارضته لأمرها خيانة. خلاص كده هو مات وهي ولا بتهتم. خطتها هتتغير شوية بس بما إن جسمه موجود فهتستغله كويس، واحتمال إنها تخليه زومبي يشتغل تحت امرها. بيقطع تفكيرها ده لما بتلاقي قايم فجأة ولا كأن في حاجة، وبيقول ان هو حس بشوية صداع بس راح. كريمزون كانت هتتجنن لان السم بتاعها المفروض يدمر الجينات ويخلص في ثواني على الضحية. كل ده وراجنا مفكر ان كريمزون كانت بتهدده تهديد بسيط، بس هي بتقول له يا عبيط انا كنت بقتلك. علشان كده بيديها ضربة خفيفة على راسها بترميها لبعيد وبتكسر سنانها. كيميرا بتتحول علشان تهجم عليه ولكن كريمزون بتوقفها. بتزهق منه وبتقول له يعمل اللي هو عايزه لانها ما بقتش تهتم. وفعلا بيعدي راجنا من الباب وبيرجع للارض في وسط جو كئيب، واكتر واحد زعلان على فراقه هو سلايم وكان عايز يروح معاه ويرجع للباقي. بيوصل راجنا لباقي الكتيبه وبيلاقيهم متجمعين، وده علشان يروحوا ينقذوا الاميره، وعرفوا انها لسه عايشه عن طريق دراع كريس لانه بيحركها بطاقه الاميره، ومعنى انها لسه بتتحرك فاكيد الاميره عايشه. وهو بياكد لهم على كلامهم لانه حاسس بيها، وقرروا كلهم يروحوا وينقذوها. في الاثناء ديت بقى بتكون الاميره مع كاموي اللي بيسالها هتفضل تمثل انها نايمه لحد امتى. بتفوق وبتتعرف عليه فورا من قوته المرعبه. بتساله هي ازاي لسه عايشه، فبيقول لها ان لو حد راسه اتقطعت بسرعه البرق وتركبت تاني في نفس الثانيه هتتعالج. وبيقول لها انه كمان انقذها وطول في عمرها، وبيوريها علامه سم زورا اللي على رقبتها، ولو كانت بعدت عن العاصمه مسافه صغيره او حتى راجنا او الجنود قربوا منها كانت ماتت في ثانيه. فجاه وكاموي بيكلمها بيبدا جسمه يتشقق ويتدمر، فبيقوم بسرعه مدمر نفسه وبيتجدد. وبيطلع ان من ساعه اخر قتال عمال ينفذ الحركه ديت كل شويه لان ضربات راجنا كانت قويه جدا لدرجه انها استهدفت روحه نفسها، وللسبب ده بالذات هو انقذ الاميره. كان عايز يعيد المعركه ديت وراجنا في افضل حالاته، وعرف ان هو هيوصل لكده بدعم الاميره، وبيطلب منها تعمل له السيف اللي هيظهر له قوته. في الوقت ده كانت التيميتيا بتحاول تتواصل مع الحاكم بتاعها ولكن بتفشل، وغالبا ده بسبب انها مش قادره تتحكم بقوتها. بيدخل عليها شخص غريب بيسالها وصلت لايه، وبيطلع ان ده نفسه
بتكلم بورجيوس بعد ما استعاد قوته وشكله القديم. بترد عليه انها لسه بتحاول ولكن مفيش نتيجه. بتساله بعدها اذا كان في اي دليل على تحرك العدو. بيطمنها ان زورا بيراقب العاصمه بحالها وقدر يكتشف دوائر نقل سحريه موجوده من فتره وهو حاليا مراقبها كويس في حاله انها اتفعلت. بتساله هو عامل ايه حاليا، فبيقول لها ان حالته النفسيه متدمره من بعد موت ارنولد. بنشوف بقى ان زورا فعلا كان بيراقب الوضع وحالته مزريه، ولكن فجاه الشمس بتختفي من قدامه. حتى بورجيوس بيحس بالموضوع فبيروح يسال نيبال اذا كان يعرف حاجه. بيقول له ان هو اللي عمل كده، وبنعرف ان البعد اللي هم فيه ده خاص بالملك السابق وعنده القدره على تغيير الزمان والمكان. ومع تطور نيبال قدر ان هو يتحكم فيه اكتر واخفى الشمس بحيث يكونوا في امان. بينبهر بورجيوس من المستوى اللي وصل له وكان مطمن ان هو يسيب الملكه في ايد امينه. على الجانب التاني بقى كان دان مجهز الدايره السحريه بتاعته، وبنعرف ان هو ناوي يستخدم الدوائر اللي موجوده في العاصمه وينتقل لهناك. بيسالوا مارك عن سبب وجودها اصلا، فبيقول له انها كانت نماذج تجريبيه في البدايه. الموضوع كان ماشي كويس ومش ناقصهم غير مصدر للسحر علشان يفعلوها، ومش بيلاقوا قدامهم غير كلارا وبيطلبوا منها المساعده. بتوافق طبعا وبتقول لهم ان الموضوع بسيط، شويه سحر منها والدايره هتكتمل. بس هي قررت انها تمنعهم لو الموضوع فيه خطوره على حياتهم، وكان عباره عن هجوم انتحاري. بيرد عليها راجنا ان في امل، وده عن طريق انهم يقتلوا التيميتيا من البدايه، وساعتها كل السلاله هيفقدوا قوتهم وهيقتلوهم بسهوله. كريمزون في الوقت ده كانت قاعده في اوضتها متضايقه من راجنا وتصرفاته. بيدخل عليها ظل غريب يكلمها، وبنعرف ان اسمه هيبي. بيقول لها ان بورجيوس قرر يضحي بحياته، وبكده مش هيفضل غير هما الاثنين من سلاله الملك القديمه. يعني هيبي ده واحد من التنانين القديمه. المهم كريمزون بتستخدم القمر الصناعي علشان تتاكد من صحه الخبر، وبتكتشف فعلا ان هو استخدم دماء اهالي العاصمه علشان يسترجع قوته. بتلاحظ بعدها انهم مشددين الحراسه جدا على القصر، وده معناه حاجه واحده بس، التيميتيا لسه مش قادره تستخدم قوتها، فقررت تستغل الفرصه ديت وبتجهز علشان يعملوا هجوم مباغت. على الناحية التانية مارك بيجهز الجنود للمعركة، وبيبلغهم ان نازانيا راحت للعاصمة واكتشفت الآتي: كل سكان العاصمة ماتوا والدمار في كل مكان الا القصر الملكي، وهناك هي حست بمصدر قوي للفضة واتأكدت انها الأميرة، فبيفرحوا كلهم انها بخير. بيقول لهم مارك ان الهدف الأول هو إنقاذ الأميرة، وكمان وهم ماشيين كده بالمرة يقتلوا ملكة الجناح. بيفتكر كلام نازانيا ليه وان في شبكة مراقبة شديدة في العاصمة، واغلب الظن ان العدو وصل للدوائر السحرية اللي هناك، وده معناه انهم هيعرفوا لو استخدموها. وعلى الرغم من كده مارك مش بيوقف الخطة حتى لو هيكونوا في خطر، لان دي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأميرة. بتتكلم بعدها كلارا وبتقول ان فاضل 4 تنانين من سلالة الجناح، لكن مش بالضرورة يقتلوهم كلهم. اهم واحدة هي الملكة وبموتها هينتصروا. بتسأل راجنا عن رأيه فبيرد انه هيتكفل بكاموي، اما الباقي فمهمتهم يخلصوا على التيميتيا. بيقول لهم مارك انهم هيتحركوا بعد 2 ساعات من دلوقتي، لان ده وقت شروق الشمس في العاصمة، والغلبان ما يعرفش انها ما عادتش موجودة اصلا. بعدها بيروح جرام وبيطلب من راجنا يكلموا على انفراد، وبيبعدوا شويه عن الجنود وبيسالوا جرام اذا كان متاكد ان جسمه بخير، فبيقول له ما تقلقش انا اتعافيت بالكامل. وكان بيسال لانه عاوز ياخد قتال ضده كنوع من التدريب. بيوافق راجنا وبياخدوا الاثنين وضعيه القتال، وفي ثانيه بيهجموا على بعض، وكالعاده بيفوز راجنا بضربه واحده، لكنه كان متفاجئ لان قوه جرام زادت. حتى هو كمان بيقول له ان قوته زادت، او بالاصح بقى قادر يتحكم فيها احسن. بيتحمس راجنا اول لما بيسمع كده وبيقول ان ديت حقيقه فعلا، لان القوه ديت مش بتاعتنا وانما حصلنا عليها. وكان زعلان لانه مش هو اللي بذل جهده علشان يوصل للمستوى ده، ومعامله الناس ليه على انه بطل كانت محسساه بالذنب. جرام بيحب يخفف عليه فبيحكي له انه اثناء المعركه لما ارنولد استهدفهم هو كان بيراقبه وهو بيقطع الانفجار، وحس ان هو مندمج مع قوته بطريقه كبيره لدرجه انه كان قادر يقطع النار والرياح وحتى الصوت، فحاول ان هو يقلده وفعلا نجح. على الرغم من كده كانت بجوده اقل بكتير، بس بالنسبه له ده كان انجاز. وبيقول له ما تخليش احساسك بالذنب يوقفك انك تتقدم، لان اكيد في ناس هياخدوك قدوه، ومش بعيد لما يمشوا على طريقك هيوصلوا لمستواك في يوم من الايام. بيجي بعدها وقت الرحيل ودم بيفعل الدايره السحريه، وقبل ما ينتقلوا بيجي دور كلارا اللي بتستخدم قوتها مع باقي النسخ وبتمد الجنود بيها، وده سحر مضاد لسحر التحكم بالوقت، وهيديهم الفرصه يتحركوا لمده 3 دقايق لو الزمن وقف. بس فجاه النسخ كلها بدات تعجز وبيقعوا ميتين، وبتقول كلارا ان هي ديت الضريبه البسيطه اللي هيدفعوها
علشان هم مجرد بشر ولعبوا في الوقت، لكن كله يهون في سبيل فناء التنانين. وبعدها بتتفعل الدايرة السحرية، وفي اللحظة ديت عند الأميرة السم بيشتغل وبتفقد الوعي، فبيعرف كاموي انهم وصلوا، وفعلا بيظهر الجنود في سماء العاصمة وبيتفاجئوا ان مفيش شمس. بيستقبلهم بورجيوس بتنانين الغابة بتاعته، ولكن زورا بيتدخل وبيطلب منه يسيبهم له لانه عاوز يحقق انتقامه. وعلى الرغم ان راجنا بيهجم عليه بالسيوف الفضية بس بيفضل عايش. وطبعا في واحد مش هيسيب راجنا في حاله، وهنا بيكشف كاموي عن نفسه، علشان كده بيتحرك راجنا ويروح له. في الوقت ده بيحس نيبال ان في ضيف تاني جاي، وبيطلع انها كريمزون اللي اتاكدت ان التيميتيا فقدت قوتها. بيتجهز اللي مخصص للقتال، وبتتفتح له بوابه مكانيه بتنقله مباشره للعاصمه. نيبال بيحذر بورجيوس اللي بيهجم عليه بالتنانين بتاعته، ولكن مش بتاثر فيه. وبيعرف راجنا ساعتها ان كريمزون وصلت. الآلي بيستخدم رشاشات وبيخلص على التنانين بسهولة، وبيتضح ان الآلي ده هو نفسه غلام وبتكون معاه كاميرا. بورجيوس بيدي الامر للتنانين بتوعه يبلعوه، وبيبداوا يتجمعوا كلهم وبيتشكلوا على هيئة تنين ضخم جدا. بيوصل راجنا المكان كاموي وبيتصدم لما بيشوف الأميرة، وعلشان كاموي قلبه طيب قرر يسيب له فرصة يودعها. بيكون السم منتشر في كل جسمها وخلاص هتموت مفيش مفر. بيتضايق راجنا من نفسه لانه مش عارف يعمل ايه وبيفقد الامل. بتحرك الأميرة راسها وبتشاور له على السيف اللي صنعته، وعلى الرغم انها عملت كل اللي عليها الا انها بتعتذر لراجنا لانها فشلت تخليه سيف مثالي. بتبدا تعيط وهي خايفه ان راجنا بالشكل ده مش هيقدر يفوز على سلاح كاموي، وكانت بتتمنى انه يكون عندها فرصه تانية علشان ما تخذلوش. بيوقفها عن الكلام وبيطلب منها تتفرج عليه وهو بيفوز بسيفها، وده علشان يثبت لها انها غلطانه. بتيجي نازانيا وبتاخدها منه وبيتحرك هو للقتال، وفي نفسه بيوعدها انه بدعمها هيكون اقوى من ذاته المستقبليه. بينزل كاموي هو كمان، وفي البداية بيحب يستعرض قوة سلاحه الملقب بمخلب البرق. بيضخ في قوته فبيكبر، وبيحذر راجنا انه يموت من اول ضربة. بيكون رد راجنا عليه انه بيقول له تحول لتنين بسرعة. بيهجم كاموي باقصى طاقة عنده، والصدمة ان راجنا بيصدها بايده بس وبيجمد هجومه بالكامل. وفي ثانية بيكون قدامه بيوجه له ضربة بتدمر نص جسمه. بيحس كاموي بالنشوة لانه اول مرة يتعرض لخطر زي ده. راجنا بيحط قوته في سيفه الجديد وبيخليه كمصدر للفضة ورا ظهره، ونظرة واحدة بس كفاية علشان تعرف حجم القوة المرعبة دي. كاموي هو كمان بيجدد نفسه وبيتحول لهيئة التنين، وبيهجم بهجوم قوي جدا ناحية راجنا اللي بيصده بسهولة، ولكن نتيجة الاصطدام المكان بيتدمر. علشان كده نازانيا بتهرب بالأميرة، ولما راجنا اتأكد انهم في امان قرب من كاموي ووجه له ضربة مباشرة، لكنه بيصدها وبيضربه من نقطته العامية وبينزله للأرض. بيغير بعدها السلاح بتاعه وبيهجم تاني، وراجنا برضه بيصده بسهولة، بيديله ضربة بترميلي بعيد. ده في الوقت اللي غلام كان بيتجنب فيه ضربات بورجيوس، وفجأة بيلاقي كاموي بيترمى عليه وبيكسر جزء من الدرع بتاعه. بورجيوس بيتدخل في القتال وبيهجم على راجنا، بس هو بيجمد الهجوم بتاعه مع راس بورجيوس نفسه، لكن على طول كاموي بيديله ضربه بتخرجه بره الحاجز. جولان بقى بيقوم وبيلاقي بورجيوس في حالته ديت، فبيقرر يستغل الفرصه ويخلص عليه، بس بتخرج من الراس المتجمده اتنين كمان وبيهجموا عليه. في الاثناء ديت كان زورا واخد هيئه التنين بتاعته بيقتل الجنود، وكان بيعاني ضدهم بشكل واضح. بيستغرب ازاي بقوا اقوى على الرغم من ان الاميره مش معاهم، خصوصا جرام اللي كان نازل فيه تقطيع بدون رحمه. بيفكر ازاي السم اللي نشره في بدايه المعركه ما اثرش عليهم. بياخد باله ساعتها ان السم بيتم امتصاصه من دان بالقدره الغريبه بتاعته. بيحاول يخلص عليه ولكن جرام بيصد هجومه، كمان بينجح ان هو يقطع له دراعه. بيتوجه الجنود ناحيته باقصى سرعه علشان يخلصوا عليه، وفجاه وسط كل ده دراع كريس الحديدي بيقع، وده معناه ان الاميره ماتت. والاسوأ بيحصل لما بيلاقوا زورا بدا يغير شكله وبقى اضخم واقوى. ضربه منه كفيله تدمر المكان اللي هم فيه وترميهم لبعيد. وهنا بيشوف الجنود مشهد قاسي. جرام كان صد الضربه بنفسه ومن قوتها جسمه اتقسم لنصين. وفي الاثناء ديت القتال كان في ذروته عند كاموي وراجنا، وكاموي بيتحرك بسرعه البرق، حاطط راجنا تحت ضغط شديد. بيثبته بالسلاح بتاعه وبعدها بيجهز هجوم جبار وبيوجهه ناحيته. راجنا بيعاني علشان يوقف كل القوه ديت، لكن لما بيستخدم تعزيز السلاح بيخترق الهجوم بسهوله، وبياخد كاموي في وشه وبيطلع بيه للفضاء، وبيكون مصاب ودراعه مقطوعه. لكن القتال بيكمل، ومن شده القتال نوره بيكون باين في السماء. ونازانيا كانت بتتفرج هي والاميره اللي حاليا بتلفظ اخر انفاسها. بتؤمر نازانيا تسيبها وما تضيعش وقتها على شخص بيموت. بتفتكر اول مقابله ما بينهم لما كانت الاميره عباره عن طفله شقيه مش بتقبل الكلام من حد، بس ده كله اتغير لما نازانيا جت. بتقول لها انا عارفه الحاله اللي انت فيها، السلاله الملكيه دمها مقدس وما ينفعش باي حال من الاحوال يكون حد ما بينهم عنده عيب خلقي، والمفروض انها كانت ماتت وقت ما اتولدت، بس سابوها بسبب قوتها وده كان مخليها منبوذه. بتقول لها
نازانيا اذا كنت عايزه الناس يتقبلوكي فلازم تغيري من طريقتك. لكن الاميره ما كانتش بتدور على مجرد قبول، وانما عايزه تكون في القمه. علشان كده نازانيا بتوعدها انها تعلمها وتفضل معاها لحد ما توصل لهناك، بس هي حاليا بتسيبها وهي زعلانه علشان تموت لوحدها. تبا للكاتب يا صديقي. في الوقت ده نيبال كان في وضع لا يحسد عليه، وكان شايف الحاجز وهو بيتم اختراقه من كريمزون ومش قادر يعمل حاجه. وطبعا دي كارثه، لان لو الحاجز ده تم اختراقه فالعدو هيقدر يوصل للبعد اللي فيه التيميتيا بسهوله. بيحاول يعمل اي حاجه ولكن فجاه بيلاقي سلايم قدامه وبيبلعه. بعدها بيظهر باب في بعد التيميتيا وبتخرج منه كريمزون وبتهجم بالمسدس عليها. بتاخد بالها في اخر لحظه وبتتجنبها، وكمان بتهجم عليها. بترجع كريمزون لورا وقررت تغير في اعدادات الحاجز بحيث يكونوا محبوسين فيه هما الاثنين، علشان لو التيميتيا استعادت قوتها ما تاثرش غير على البعد ده. التيميتيا طبعا بتكون خايفه ولكن بتتشجع لان مش راجنه اللي ضدها، وبتظهر قوتها وبتتحول لهيئه التنين. بس كريمزون هتقتلها ازاي وقوتها مختومه؟ علشان نعرف بنرجع بالزمن شويه قبل الهجوم، وكريمزون بتروح للمكان اللي مخزنه فيه قلبها، وقبل ما بتمسكه بتظهر نسختها المستقبليه. بتطلب منها تفكر تاني، حتى باقي نسخها بيظهروا وبيطلبوا منها نفس الحاجه، لانها لو رجعت قلبها فهتفقد قوه الخلود اللي عندها، وفي المقابل مش هيرجع غير 10 بس في المية من قوتها. بتفضل مصره على رايها لانها لو ما استغلتش الفرصه ديت فكل جهودها اللي قبل كده هتضيع. بنرجع للحاضر وبنشوفها بشكلها الحقيقي اخيرا، ملكه التنانين الاصليه. بتقدر بسهوله تتجنب ضربات التيميتيا اللي عملت درع تحمي بيه نفسها وبتهجم من وراه. كريمزون كانت لسه مستمره تهجم بالمسدس اللي معاها اللي بيطلع مش مسدس عادي، وكريمزون صنعت الرصاصات بتاعته خصيصا علشان تقتل بيه نفسها. طلقات عندها القدره توقف السحر اللي بيجري في عروق الهدف، وبما ان التيميتيا عندها نفس نوع السحر فاكيد هتاثر فيها. بتستخدم التسارع على واحده من الطلقات، ولما بتهجم بيها بتنجح انها تكسر الدرع وتصيب جناح التيميتيا، ونتيجه لكده بتقع من المكان اللي هي فيه. كريمزون بقى بتتجهز علشان تهجم تاني، وهدفها المره دي قلبها. التيميتيا بتكون خايفه جدا علشان كده بتطلع قوه كبيره تحمي بيها نفسها. بره بقى كان الوضع مش احسن حاجه، لانه زورا عمال يخلص على الجنود بهيئته الجديده. بيهجم على مارك بس بيظهر دانو وبيحميه، وبيحقن نفسه بعدها بماده غريبه بتخلي قوه دراعه تنتشر في جسمه كله، وبيتحول لنص تنين. وبيطلب من مارك يقتله اذا ما رجعش لوعيه. بيهجم على زورا وكان قادر يواجهه ويكون ند ليه لحد ما المخلب بتاعه بيخترق بطنه. مش بيستسلم وبيبدا يمتص منه السحر، وبياخد منه قوه كبيره بيهجم بيها. وللاسف نتيجه للهجوم دان بيفقد نصه السفلي. مارك بيتحرك بسرعه علشان يلحقه قبل ما ينزل تحت الارض، وزورا وراهم مش ناوي يسيبهم. بتظهر اريا في الوقت ده وبتجذب انتباهه ليها علشان تساعدهم، وبيهجم عليها بهجوم قوي وفي ثانيه بيوصل عندها علشان ياكلها. بس شين بيوصل في اللحظه الاخيره وبيوجه له ضربه قويه جدا في وشه، وبعدها بيفقد كل قوته وبنشوف ان ايده ورجله مقطوعين. مارك في الوقت ده كان بيحاول يفوق دان اللي بشكل غريب بيقول ان هو بخير. بيشكر مارك لانه لحقه، وبعدها بيطلب منه يوقف حركه زورا ولو بشكل بسيط لانه ناوي يستخدم عليه السحر اللي امتصه. كريس بيسمعه بيساله محتاج وقت قد ايه، فبيرد ان هو عايز 20 ثانيه بس. بيتحرك فورا وبيهجم على زورا، وبنعرف ان في الماضي امه كانت خادمه عند الملك، وكانت على طول عماله تقول له ان ابوه راجل عظيم فلازم يتربى كويس علشان لما يكبر يبقى في القصر الملكي. كانت طول حياته بتحط عليه قيود صارمه لحد ما بتموت. القيود ديت بقى بتتشال من على كريس اللي بيخالف رغبه امه، وبقى عباره عن مرتزق مجرم بيعمل اي حاجه تيجي على باله، سرقه، قتل، اللي نفسك فيه تلاقيه. وعلى الرغم من كده ما كانش حاسس بالحريه لحد ما في يوم قابل الاميره، ومجرد لقائها بس خلاه يحس بالحريه اللي مفتقدها، وهي كمان شافت في امل وضمته لفريقها، ووعد نفسه من يومها ان هو يخدمها لباقي عمره. وحاليا هو بيقاتل باقصى قوته ضد زورا لدرجه ان هو بدا ينزف من كل مكان. كان قوي جدا وقادر ان هو يخليه يتراجع، ونجح فعلا في توفير الوقت المطلوب لدان اللي في الوقت ده كان جاهز سحره وبمساعده مارك بينفذ اخر ضربه ليه. كرات سحريه بتظهر حوالين زورا بتتحول لاشواك وبتخترق كل جسمه، وبيظهر وقتها جسمه الحي وهو منفصل عن جسم التنين. بيستوعب هنا ان هو خسر على ايد جنود الاميره اللي كان ناوي انه ياخدهم معاه للجحيم. الغريب بقى ان هو مش بيكون متضايق وبيفهم انهم نجحوا يحققوا انتقامهم على عكسه، علشان كده قرر يكافئهم. وفي اللحظه ديت بيجي مارك وبيخلص عليه. ولو انت
وانت ما فهمتش هو هيكافئهم ازاي يا صديقي. اصبر على رزقك وهتعرف بعدين. على الرغم ان الخطر زال، بس مارك كان عمال يبكي بحرقه على كل اصدقائه اللي ماتوا. بيروح بعدها ناحيه دان اللي فقد حياته بعد الهجوم الاخير، وبتوصل نازانيا وبتتفاجئ لما بتشوف المنظر. بيسالها مارك عن الاميره، فبترد بكل حزن انها خلاص ماتت، لكنه مش بيستسلم وبيقول لها انهم لازم يتحركوا علشان المهمه لسه ما خلصتش. في الوقت ده كان القتال شغال ما بين كريمزون والتيميتيا اللي كانت بتستخدم قوتها السحريه بشكل عشوائي. بتقول كريمزون انها بين ملوك التنانين تعتبر الاضعف، ولكن مخزونها السحري كبير بشكل مجنون، وبالطريقه ديت مش هتقدر تقرب منها. فقررت تلعب على نفسيتها وبتبدا تسالها عن الحاكم بتاعها ويا ترى شكله ايه. بتتصدم التيميتيا ومش بتعرف ترد. بتكمل كريمزون وبتقول انا عارفه ان هو ملوش شكل محدد وهيظهر لك على هيئه اهم حاجه في حياتك. اكيد يا التيميتيا بتشوفيه على شكل اختك كلارا اللي ماتت بسببك، وبتناديها بعدها برقم تسلسلي غريب. صدمات ورا التانية ومش مخليها التيميتيا قادره تتحرك. وبنشوف بقى لمحه من ماضيها، وعايزك يا صديقي تركز معايا شويه. فالتيميتيا كانت واحده من النسخ الكتير في طائفه الشمس، والملقبه بقديسه الوقت كلارا. والرقم اللي كريمزون نادتها بيه كان رقمها فعلا اللي بينادوها بيه علشان يفرقوا ما بينهم. كان في حرب بقى في الماضي، فالنسخ بيبقوا واخدين دور المعالج. التيميتيا كانت لسه جديده وعمرها سنه واحده بس، واثناء ما كانت بتعالج واحد من الجنود حالته خطيره، النسخه الرئيسيه بتستدعيها هي وكذا واحده، وده علشان في واحد لازم يرجعه للحياه بصفته جندي من الدرجه الثانيه. بتقول التيميتيا ان الجندي اللي كانت بتعالجه حالته خطيره ولو سابته هيموت، فبترد عليها ان الاولويه للجنود الاقوى اللي هيفيدوهم في الحرب. وبتضطر التيميتيا تسمع الكلام، والجندي اللي كانت بتعالجه بيموت، وبتزعل عليه جدا. بتشوف معاه سلسله فيها صوره ليه مع عيلته، وبتحس ساعتها بالفضول ناحيه الشيء اللي اسمه عيله ده. بتيجي بقى النسخه الرئيسيه وبتشكرها على مجهودها، وبتلاحظ ان سنها صغير، فبترد التيميتيا ان كان في عجز، علشان كده لما الحرب قامت بعتوها بسرعه. وهم بيتكلموا فجاه نسخه كلارا بتعجز، فبتفهم الناس تنزفت قوتها وخلاص هتموت. بتستخدم اخر قوه عندها وبتبلغ الباقي، وقبل ما تموت بتلاحظ ان التيميتيا زعلانه على موتها، فبتستغرب كده لانهم المفروض كائنات ما عندهمش مشاعر وحياتهم ماشيه بنظام الاولويه، ولكن التيميتيا مختلفه وعندها مشاعر. بنرجع بعدها للحاضر، تحديدا عند قتال بورجيوس ضد غلام وكيميرا. بيتفاجئ الكل باختفاء الحاجز مره واحده، وبيفهم بورجيوس ان في مشكله عند نيبال. بيستغل غلام الفرصه وبيشكل نفسه على هيئه مدفع سحري، وكيميرا هي كمان بتهجم بالظلال على بورجيوس وبتثبته. غلام بقى بيهجم بالمدفع وبيكون قوي جدا وبيحرق بورجيوس بالكامل. ذاته الحقيقيه كانت بتتألم، وفجاه بيظهر نيبال قدامه. بيستغرب بورجيوس من وجوده، بس هو بيقول له ان في حاجه مهمه لازم تعرفها. مع استخدامي الحاجز المكاني ادركت ان ملك الجناح السابق كان عايز يوصل لقوه الحاكم، وهو فكر انه ممكن ينجح في الهدف ده ولكن فشل، وحاليا هو بيموت. ولكن هو قدر يوصل لقوه كبيره قرر يسيبها لبورجيوس علشان يحمي التيميتيا. بورجيوس ما كانش مستوعب ان نيبال هيموت، وكان زعلان جدا لانه مستنيه بجوهره السلاله بتاعتهم. بس خلاص اللي حصل حصل. غلام وكيميرا كانوا فرحانين بالنصر بتاعهم، لحد ما فجاه الحاجز بيتكون من تاني، وبيظهر من وسط النار كيان مرعب هو نفسه بورجيوس ولكن بشكل مختلف تماما. بحركه واحده من ايديه بيخلص على الاتنين بسهوله. بيفتح بعدها بوابه مكانيه بيدخل بيها للقصر، تحديدا عند سلايم اللي كان بيتعشى بنيبال. بورجيوس بيديله ضربه جباره بتمحيها والقصر مع بعض، وبيقدر يوصل لبقايا نيبال، وبكل حزن بيودعه للمره الاخيره، وبيوعده انه هيحمي التيميتيا، وبدا يكسر الحاجز المكاني. في نفس الوقت كريمزون كانت خلاص بتستهدف قلب التيميتيا وهتخلص القتال، بس فجاه الحاجز بيتكسر، ونتيجه لكده مخرج بيتفتح والتيميتيا بتحاول تهرب منه. بنسيبهم بقى وبنروح عند كيميرا اللي كانت خلاص بتموت، واخر شخص بتفكر فيه هو صديقها العزيز ديلها، او بمقولة اصح السيد هيبي. بيطلع ظل هيبي من تحتها وبيبدل جسمه معاها، وبيظهر اخيرا بشكله الحقيقي. فورا بورجيوس بيحس بوجوده وبيتعرف عليه لانه زميله القديم. بيتعصب جدا اول لما بيشوفه وبيقول له المفروض انك ميت. بيهجم عليه بضربة قوية جدا بس بتختفي كانها ما حصلتش، وده لان هيبي بيستخدم سحر الظلام، وفي ثانية جسم بورجيوس بيتدمر وقوة الظلام بتنتشر في كل مكان لدرجة انها بتوصل للبعد التاني وبتصيب التيميتيا في جناحها، وكمان كريمزون ايديها بتتقطع، والحاجز بعدها بيتدمر تماما. بتتصدم كريمزون اول لما بتشوف هيبي اللي بيعتذر لها لان ما كانش في حل تاني، وبعدها بيقع على الارض وهو فاقد قوته. بورجيوس في الوقت ده كان رجع لهيئته البشرية وبدأ نور الشمس يحرقه، وبيحاول ينادي على كاموي علشان يحمي التيميتيا لانه الوحيد اللي فاضل. مش بيلحق يكمل كلامه لان مارك بيوصل وبيقطع راسه. كان القتال بقى لسه شغال في الفضاء،
وكاموي بيتحرك بسرعته الجبارة، وعلى الرغم من كده راجنا كان قادر يصد كل ضرباته، كمان بيصيبه بجروح قاتلة. كاموي ما كانش فاهم ازاي ده بيحصل. بيلاقي بعدها راجنا مجهز كل قوته في هجوم واحد وهو ده الاخير. بيحس ان هو هيموت بس بيفتكر مشهد من ذكرياته لبنت غريبة، وبعدها بيمسك سلاحه تاني وبيستخدم قدرته. في الوقت ده كان الجنود وصلوا لألتيميتيا، ونازانيا قدرت تصيبها في راسها. بتبدأ تتألم وبتهجم بشكل عشوائي، وفجأة قوة مرعبة بتثبت الكل في مكانهم. بتبص ألتيميتيا للسماء وبتفرح لما بتعرف ان كاموي هو اللي انقذها. وقبل ما نعرف ايه اللي حصل بنرجع شوية للماضي، تحديدا لما كاموي كان قتل التنين وخد منه مخلب الرعد. وزي ما احنا عارفين فالسلاح ده بيكون هدية من الملك لتلميذه. كاموي بقى حس بكام مرعب بيقرب منه، فعرف ان ده الملك. ما استناش وراح يهجم عليه هو، بس في لحظة بيكون مصاب ومرمي على الارض. وهي ديت بقى صديقي ملكة المخلب الملقبة بالموت. كاموي والأول مرة بيكون عاجز قدام حد ومش قادر يتحرك. بتقول انها كانت جاية تشوف الشخص اللي هزم تلميذها، ومن اللي شافته بتكون راضية تماما، وبتسيب له المخلب يعمل بيه اللي هو عايزه. بتلف علشان تمشي، وكاموي بيستغل الفرصة وبيهجم عليها من ظهرها، والمرة دي راسه بتطير قبل ما يستوعب حتى اللي حصل. بيفهم في الوقت ده مدى الفرق ما بين قوتهم، وان اللي قدامه ديت كان محتاج آلاف السنين علشان يقدر يهزمها. بتقول له ان شجاعته عجبتها، علشان كده هتدله على الطريقة اللي هيقدر يهزمها بيها. لازم تعيش في العالم ده وتقاتل ناس اقوى منك. بنرجع بقى للحاضر، وحاليا القتال هيتغير تماما. كاموي وصل لمستوى جديد من القوة واصبح رسميا حاكم البرق. بيحول ايده لسيف، وبهجوم واحد على راجنا قدر يدمر له سلاحه. بينتقل بعدها وراه، وقبل ما راجنا يستوعب بيكون طعنه على الارض. بقى كانت كريمزون بتحاول باقصى قوتها توصل لدراعها المقطوع اللي فيه السيف. بتسمع في اللحظة ديت صوت مألوف عليها، وبيكون صلايم اللي وصل عند اريا. بتندع عليه كريمزون وبتأمره يجيبها معاه. مرة واحدة بيحصل انفجار ضخم، والقتال بيكون نزل على الارض. والصدمة ان راجنا راسه بتطير في الجو بعيد عن جسمه، وكاموي بيحتفل بانتصاره. بس فجأة جسم راجنا بيتحرك وبيهجم عليه. بعدها بيمسك راسه وبيرجعها لجسمه بكل سهولة. ألتيميتيا بتتفرج وهي مرعوبة من اللي بيحصل. بتبدأ تسترجع ذكرياتها في المعسكر اللي كانت فيه، عايشة في نفس الحياة الروتينية مش بتتغير، لحد ما في يوم بيحصل هجوم على المعسكر، ونسخ كتير من كلارا بيموتوا. والمسؤول عن الهجوم ده كان طفل متهور، معروف ان هو بيهجم على التنانين وطائفة الشمس في نفس الوقت، واطلق على نفسه لقب حاكم البرق، واللي هو نفسه كاموي. بيبدأ ان هو يقول قد ايه بيكره النسخ ديت، وكان حاسس انهم عبارة عن آلات عددهم وقيمتهم زي النمل، ومحدش هيهتم لو ماتوا. ألتيميتيا بقى بتكون خايفة جدا، بس لما بتشوف واحدة من النسخ لسه عايشة بتطلب منه يسيبها تعالجها، وهتعالجه هو كمان لانه مصاب. اول ما بتقول كده بيتعصب عليها لسبب هي مش فاهماه، وبيقول ان هو مش هيعيش وهو شايل جميل لاي حد. بتكون خايفة جدا فبتهرب من قدامه، واول ما بتمشي هو بيقع على الارض سايح في دمه. وهي بتهرب بقى بتحس باحساس غريب، بتفكر في كلامه ليها وانهم فعلا عبارة عن نمل بدون ارادة. واول ما بتفكر في الكلام ده بيأثر فيها، وبتعرف من جواها ان هو حقيقي. وهنا قررت للمرة الاولى انها تعمل حاجة بارادتها. بترجع تاني عند كاموي، ولما بيشوفها بيتعصب وبيهجم عليها، بس هي بترجع الوقت وبتعالج نفسها. بتقول انها تعالجه غصب عنه، وبعدها يبقى يعمل اللي هو عايزه. وفعلا بترجع الوقت وبتنقذ كل النسخ اللي ماتوا، ومعاهم كاموي اللي مش بيكون فاهم اللي حصل، وبيلاقيها واقعة قدامه فقد الوعي. وبنعرف ان اليوم ده كان بداية علاقة الاتنين مع بعض. بنرجع للحاضر وقت قتال كاموي وراجنا في نهايته، وراجنا بياخد وضعية هجومه الأخيرة. كاموي عرف ان ديت الضربه اللي ما قدرش يتجنبها في قتالهم اللي فات، علشان كده بيتحرك بسرعته القصوى وبيراهن ان هو هيتفاداها، وكمان بيتحول على هيئه تنين البرق. وصل اخيرا عند راجنا اللي بيستخدم كل قوته هو كمان. ضربه مهوله بتفتت جسم كاموي، ومن قوتها بيظهر شعاع من النور بيوصل للسماء، وبيطلع ان ملكه المخلب بتراقب من بعيد، وبتشهد بنفسها على لحظات كاموي الاخيره اللي كان في اللحظه ديت جسمه بيختفي، وادرك اخيرا انه اتهزم وهيموت. ألتيميتيا كانت مصدومه من اللي شايفاه، وبتتواصل مع كاموي للمرة الأخيرة. بيعتذر لها لأنه ما سددش الدين اللي كان عليه، لكن مش هيسمح إنها تموت. بتكون دراعه لسه ما اختفتش فبيهجم بيها على راجنا اللي بينجح إن هو بيصدها، بس بيفقد كل قوته بعدها. ألتيميتيا بقى مش بتبقى مصدقة اللي حصل، ومن تأثير الصدمة بتنجح أخيرا إنها توقف الوقت. بتفرح إن قوتها رجعت وخلاص هترجع الباقي تاني، بس بيقطع تفكيرها ده طلقة بتخترق قلبها، واللي عمل كده هي أريا بالمسدس بتاع كريمزون. بتنهار بعدها لأن كان عندها فرصة دلوقتي
ترجع وتشوف اصدقائها من تاني، ولكن اختارت الاختيار الاصعب. ولو سألتني هي اتحركت ازاي والوقت واقف، هفكرك ان كلارا كانت زودتهم بسحر مضاد لسحر الوقت. المهم بتفقد التيميتها قوتها وبتفتكر ذكرياتها لما فاقت لقت كاموي قدامها، بتكون خايفة منه بس هو بيطمنها وبيقول لها انه جابها هنا علشان عايز يتكلم معها بس، وهيرجعها تاني لو عايزة. بيسألها عن امنيتها علشان يحققها لها لانه اعتبر انقاذها ليه جميل ولازم يرده، وبيقول لها يعني لو كان في حد عايزة تقتله فهو هيدمره. بترد اكيد انها مش عايزة حاجة من دي ومش بتكون اصلا عارفة هي عاوزة ايه، فقرر يختار بدلها وقرر انه يحررها من الحاكم اللي هي تحت امره، وهو ده الوعد اللي ما نجحش انه يحققه. وفجأة بنشوف مشهد مرعب، التيميتيا بتعيط بكل يأس قدام كتلة من النار على هيئة شخص، وهو ده حاكم طائفة الشمس. بيقول لها كل اللي حصل ده بسببك، شفت فيكي موهبة فقررت اخليكي رئيسة على النسخ، لكن انت لوثتي كل افكارهم ومعتقداتهم وتسببتي انهم يعصوا امري، وهي ديت كانت النتيجة. اعداد كبيرة جدا من النسخ راسها مقطوعة ومحطوطة قدامها، كل ده غير كاموي اللي كان بيدمر في الطائفة طول الفترة اللي فاتت. وبيطلع ان الحاكم اكتشف الصداقة اللي ما بينهم، علشان كده استخدمها كطعم واستدرجوا بيها وقدر ان هو يقبض عليه. كل ده بيخلي التيميتيا في حالة يأس وبتسأل سؤال واحد بس، ليه كل ده حصل؟ هل علشان اني حبيت اخلي اخواتي يعيشوا بسعادة كبشر؟ حد يرد عليا هو ده غلط. وفي اللحظة ديت الزمن بيقف بيها وبتسمع صوت وراها، بتتصدم لما بتشوف كائن مرعب بيمسك واحدة من الرؤوس المقطوعة وبيحطها عليها وبيتجسد بعدها على هيئتها. بيعرف نفسه على انه حاكم التنانين وبيعرض عليها المساعدة، وهي يا عيني ما بتصدق وبتترجاه يخرجها من الجحيم اللي هي فيه. بيقول لها ما تقلقيش هساعدك وهعمل لك العالم اللي بتتمنيه، وبيديها اسم التيميتيا. بنرجع بقى للحاضر وكانت بتزحف وهي مصابة وبتحاول توصل لاي ظل تحمي بيه نفسها من الشمس، وبدأت تتحرق فعلا بس مش بتستسلم. واخر ذكرياتها كانت عن الشخص اللي حبته كاموي اللي بسببه شافت في الحياة دي امل. بتكمل باخر قوة عندها وجسمها بيختفي ببطء لحد ما اخيرا بتوصل للظل، ولسخرية القدر كان تحت سلاح كاموي، وهنا قررت تستريح تحته مرة وللأبد. وزي ما اعتبرت حياتها بدأت مع كاموي بتنتهي معاه. حرفيا انمي تعب لي اعصابي يا صديقي. بنشوف بعدها بقى كريمزون بترجع تخزن قلبها، علشان كده بتموت وبترجع بالجسم القديم، وبكده رسميا انتهى القتال وانتصر البشر. مش قادر اسميه غير انه انتصار بطعم المرارة بعد كل المآسي اللي حصلت. راجنا بقى في الوقت ده كان قاعد بيبص على سيفه، وساعتها بيظهر له نفسه في المستقبل بيسأله اذا كان ندمان على اللي ماتوا. بيرد انه مش ندمان، او بالاصح بيجبر نفسه ما يحسش بالندم لان ده هيكون اهانة لكل اللي قتلوا وضحوا بحياتهم. بتظهر كريمزون بعدها وبتطلب منه يصحى، وبيطلع ان هو حاليا في الجهاز اللي بيعالج جراحه. اول لما بيفوق بتطلب منه يجي معاها لان في حاجة لازم يشوفها، وبناخد بالنا من جولام اللي اخيرا شفنا شكله الحقيقي. المهم بيتحركوا كلهم وكريمزون بتاخده للمستشفى. اول لما بتفتح الباب بيشوف حاجة ما كانش يتخيلها، الاميرة ستارليا لسه عايشة، وبيطلع ان زورا عالجها من السم قبل ما يموت، وهي ديت المكافأة اللي قرر يسيبها كأنه كان بيحاول يكفر عن اخطاء الماضي. بيقرب منها راجنا وهو مش مصدق وبيفتكر ذكرياته معاها ووعدها انها تعمل له سيف يليق بيه. بيقول جولام ان مفيش ضمان انها تصحى، بس هو بيرد عليه ان هو واثق انها تفوق وهتعمل له السيف اللي وعدته بيه. واخيرا بكده نقدر نقول ان ده هو النصر الحقيقي. افرحوا يا جنود كتيبة الفضة، تضحياتكم ما راحتش على الفاضي. بنشوف بعدها راجنا بيجهز علشان يمشي، وبيجي له شين وبيسأله على وجهته، فبيرد عليه ان هو رايح علشان يكمل مهمته في إبادة التنانين، وشين بيوعده ان هو يجي ورا قريب. وبكده الموسم الاول من الانمي بيكون انتهى. اتمنى يكون عجبك، واتمنى برضو تكون استمتعت معايا، ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. يلا بقى يا عم حط لنا اللايك التمام، واكتب لي تعليق كده علشان يفرحني، وقول لي رأيك برضو عن الانمي في التعليقات. وسلام سلام سلام.